ونشوف الشيف الجميلة معانا هتقدم لنا منيو ايه، ونرجع لكم تاني. مساء الفل على احلى مشاهدين، مساء الفل على حبايب قلبي ونور عيني. سنه سعيده عليكم ان شاء الله، باذن الله كلها خير وتفاؤل. النهارده معاكم صفاء الوزيره حبايبي من مطبخ قربه، على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك. اغلى حبايب واغلى مشاهدين. النهارده هنعمل رولة تشيكن باقل تكلفه واكتر اعداد، يعني هناكل اكتر اعداد وباقل تكلفه حبايب قلبي. يعني رولة تشيكن يعني فراخ رول يا حبايب قلبي. هنعمل مع بعض احلى حاجه في اقل وقت وباقل تكلفه. بس مش هنعمله في الرول، هنعمله في القارب. عندي هنا نص كيلو فراخ متقطعه فيليه، متقطعه صغير كده حبايبي كاريه، وعندي 3 ترغيفه فينو شايله الوش بتاعهم، حطيت عليهم كوبايه الا ربع لبن فاتر، زي ما انتوا شايفين كده ببلهم بالشكل الجميل كده، وهسيبهم كده ياخدوا يدوا في اللبن مع نفسيهم. وهنا حبايبي عندي ايه، بصل مفروم، وعندي جزر مفروم ومسلوق كده نص سلقه، وعندي توم باودر وبصل باودر وجنزبيل باودر، وعندي علبه زبادي، وعندي بيكنج باودر، وعندي معلقه نشا. ماشي حبايبي. وعندي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الفراخ والكبه. هنضرب كده في الكبه بتاعتي حبة بصل، معلقتين بصل ومعلقتين فيليه الفراخ اللي انا مقطعه، عشان الكبة بتاعتنا ما نضغطش عليها قوي، يعني لحد ايه ما تمشي كده وتاخد وتدي كده. نبتدي ايه نحط الكمية كلها، يعني نحط الكمية شوية شوية حبايبي. حطينا اول كمية نحط بقية الكمية التانية. دول حوالي نص كيلو فراخ، احنا واخدين منهم كام فيليه كده مقطعين والباقي كاري. حطيت بقية البصل، وبعد ما احط بقية البصل حبايبي كده هضرب ضربتين تاني بالكبة. وبعد كده حبايبي هجيب بقى اهي الكبة بتاعتي، وهفضي كل اللي فيها كده في البولة بتاعتي. وبعد ما هضرب افضي كله في الكبة، هجيب بقى العيش بتاعي اللي انا بلاه باللبن، وهضربه الضربة الحلوة قوي كده عشان يبقى ايه ناعم قوي كده، ويبقى موس، يعني ناعم ناعم قوي قوي. مش عايزة يبان في الفراخ بتاعتي، عايزاه كله يتجانس كده مع بعضه ويديني اللون الوايت، اللون الابيض الحلو قوي، ويبقى تيستو عالي قوي، ويديني اعداد كتيرة قوي. من نص كيلو الفراخ هنأكل 8 أو 7 زي ما قلنا، وهنقدمه جنب أي حاجة بنحبها. عندي هنا قالب ماجي، ممكن هو يفضل يبقى بودر بصراحة، بس ما كانش فيه بودر بقى. توم باودر، بصل باودر، ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل أسمر، لو ما فيش، لو في وايت بيبر يبقى حلو، ما فيش يبقى فلفل أسمر عادي. وهنضرب التدريبة الحلوة قوي كده. وانتوا كده ملاحظين ان انا ما حطيتش اي دهون. هحط هنا معلقة ونص نشا حبايبي، وهحط معلقة بيكنج باودر، ماشي حبايبي، حوالي معلقة. وهحط حبايبي كمان معلقتين زبادي، بتديها هشاشة وطعم وتعلي التست قوي، وتديني كده هشاشة كده للرول بتاعي او للقالب بتاعي، حلو قوي. وطعم الكريمي بيبقى في الفراخ قوي. هنا هفصل البيض الصفار عن البياض، لان انا عايزة البياض بس، عايزة البياض بس حبايبي، عشان يديني كده مادة تمسك الرول بتاعي او تمسك القالب بتاعي، وفي نفس الوقت مش عايزة اضغي على اللون الابيض باي لون تاني غير لون الجزر. هدرب التدريبة الحلوة كده حبايبي، هفضل ادرب فيها كده بتاع دقيقتين كده 3 لحد ما تتجانس مع بعض. هاخد منها 3 معالق مش اكتر من كده، وهنزل بالجزر بقى المبشور بتاعي اللي انا سلقاه ومصفياه من الميه خالص، سلقاه ومصفياه حوالي جزره جزرتين مش اكتر من كده، يدوني اللون الطبيعي والقيمه الغذائيه العاليه، ويدوني كده تجانس مع اللونين مع الطعم التشيكن، طعم الفراخ وطعم الجزر. مفيش طعم جزر، في طعم فراخ، بس طعم فراخ كريمي قوي قوي قوي، ولون ضاغي على لون مش اكتر من كده. انا حبيت بس اعمل فيه لون حلو قوي، بس ايه بحاجه طبيعيه وحاجه صحيه. انا كده حبايبي ضربت الجزر خلاص بالفراخ بالتشيكن بتاعي او الفراخ بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ عندي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلب ده دهناه زيت ماشي، دهناه زبده ماشي، دهناه سمنه ماشي. انا بدهنه الدهنه دي بس ايه يعني توفيرا، ورق الزبده وورق الاستريتش. طب احنا نحطه في قالب، احنا عايزين، احنا بنقول اقتصادي يبقى نعمل اقتصادي بالمره. حتى اللي هنقدمه جنبه هنقدم جنبه رز مصري، مش هنقدم جنبه رز بسمتي.
ماشي يا حبايبي. هو ايه يعني، اي حاجه، مكرونات، رز، اللي موجوده عندنا نقدمه جنبه. ولاصحاب الاكل الهيلثي طبعا، طبعا قيمه العيش اللي فيه قليل جدا، ممكن نقدمه جنب سلطات، جنب خضار سوتيه، تبقى نسبه النشويات قليله جدا فيه، يعني ممكن يمشي حلو قوي للاكل الهيلثي. هنا حبايبي بعد كده ايه، حطيته في القالب، فضيت الهواء قوي منه، وحطيت الجزء بقى ايه اللي هو فيه اللون الحلو قوي بتاع الجزر ده، وهدرب كده افردها كده بالشكل الجميل، واخرج منها الهواء خالص بالراحه كده، رايحه جايه كده بالسباتولي لحد ما اخرج منها الهواء خالص. وبعد كده هعمل ايه، هجيب بقى فليه الفراخ اللي انا كنت شايلاه في الاول ده، خدته كده ايه سوتيه كده، زي ضربه على النار كده، حاجات بسيطه، وبعد كده رصيته بالشكل الجميل ده، يديني لون تاني، بالشكل بيبقى حلو، في نفس الوقت بيبقى كذا لون مع بعض. وبعد كده حبايبي بضغط عليه كده بالسباتولي، اضغط عليه على قد ما اقدر، واغطيه بالجزء بتاع الجزر. وبعد كده اعمل ايه بقى، عندنا اللهم صل على النبي الجزء اللي فاضل من ورقة الزبدة، نضغط كده ونطلع الهواء قوي قوي قوي، ونجيب كده فرشة وندهن بقى ايه الجزء اللي فاضل من ورقة الزبدة. ليه بقى؟ عشان ما يلزقش في قلب القالب. احنا مش هنشيل ورقة الزبدة دي خالص الا لما ياخد وش في الشواية ويستوي. انا مولعة الفرن على درجة حرارة 200. ماشي يا حبايب قلبي، هحطه في صاج فيه مية سخنة، عشان او ميه بتغلي، عشان يديني سوى حلو قوي، ويبقى ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ما خدش وقت معايا في السوى، يبقى جوسي وطري قوي من جوه، ما يبقاش ناشف، تبقى لسه فيه كميه العصاره بتاعت التشيكن الحلوه قوي، التست العالي. هنحطه في الفرن بقى درجه حراره 200 من نص ساعه لساعه الا ربع، قبل الساعه الا ربع هنحطه 5 دقايق تحت الشوايه. كده انا طلعت الهوا، كمرته حلوه قوي، ضغطت عليه من الجناب وطلعت الهوا منه خالص. هحطه بقى حبايبي واوريكم بعد كده احلى قالب تشيكن، مش رول تشيكن، قالب تشيكن. عندي هنا حله سخنه حبايبي، حطيت معلقه زيت، معلقه زبده، حطيت معلقه بصل مفروم، هنزل يا حبايبي بعد البصل المفروم كده معلقه فلفل اسمر صغننه، يعني هي والملح معلقه، يعني نص معلقه نص معلقه، معلقه الشاي الصغننه. وهنزل هنا بمعلقه كاري كبيره مع كركم، وعندي نص كيلو رز مصري مغسول ومتصفي خالص، هحمصه التحميصه الحلوه كده. وبعد ما احمصه التحميصه الحلوه حبايب قلبي كده مع ورقه اللوري، هنزل بكوبايتين ميه، مش اكتر من كوبايتين، يمكن اقل من كوبايتين، بيغلوا. انزل كده اقلب التقليبه، بعد ما اقلب التقليبه الحلوه قوي كده، هو بيغلي اكمره الكمره الحلوه بالغطا، اوطي عليه بعد 10 دقايق كده على الهادي، اكشف عليه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حبه رز زي السنيبر، ما قالش لا، ايه يعني ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه لونها طالعه تحفه، وريحته هايله هايله هايله. وبعد ساعه الا ربع عطيته 5 دقايق، في اخر ربع ساعه عطاني احلى لون زي ما انتم شايفين اللون، وما شلتش ورقة الزبدة من عليه. هفضي بقى كده، وبعد كده اطلع الورقة كلها كده، يعني تبقى احلى حاجة اقتصادية ان احنا نعمل الحاجة بالحب. الحاجة بالحب بتبقى ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله يا حبايب قلبي. طلعت الورقة كلها كده، بصوا احنا قلنا نأكل 7 8، هنأكل اكتر كمان. غرفنا الرز بتاعنا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا بقطع الفيليهات بتاعت التشيكن بتاعي، بصوا هو سخن ازاي، لا اتفرفت ولا اتفرول مني، تيستو عالي جدا، ريحته هايله، الوانه جميله 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 مبهجه كده، وحاجه جميله. الطعم مش عايزه اقول لكم، والتيست ده بقى، دي بقى صنعه ماما صفاء ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لاصحاب اللي مشتركين ونور عيني وروح قلبي على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيس، ماما صفاء او صفاء الوزير من مطبخ قربة، يا حبايب قلبي ميرسي ليكم ولمتابعتكم، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية كتير. وانا حبيت بس اوريكم ان لما نحب نعمل حاجة اقتصادية، من اقل حاجة نعمل اكتر حاجة واحسن حاجة، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين الالوان، حاجة جميلة جدا يا حبايب قلبي، وحاجة بسيطة ومش مكلفة، بتأكل أعداد كتيرة، وممكن نحطها على سفرتنا واحنا بنتباهى جنب أي سرفيز بقى كده عاملينه تاني
خلصنا طبقنا النهارده حبايب قلبي. احلى طبق، احلى رول تشيكن، ما شاء الله. الالوان، الطعم، الشكل، اللون، مش عايزه اقول لكم التست هايله هايله هايله، وهياكل معانا اعداد كتيره وحاجه اقتصاديه مع ماما صفاء. ان شاء الله نشوف بعض في حلقات تانية كتير. ميرسي ليكم ولمتابعتكم، وكل سنه وانتم طيبين يا احلى مشاهدين. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا، وإن شاء الله بإذن الله تابعونا في كل يوم خميس الساعة 10 مساء برنامج حياتنا لداليا شريف. كنت سعيدة جدا جدا للمشاهدات والمتابعين وآرائكم في التعليقات على صفحة الإعلامية داليا شريف، واستنونا في حلقة جديدة بإذن الله. شكرا لكم، سلام عليكم.